أهلا وسهلا بحبيبي الغاليين، إن شاء الله الكل تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. وكيف العادة كانك أول مرة تدخل قناتي فضلا وليس أمرا ما تبخلش علي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تبخلوش علي زاد بك التعليق هكا الصغروب مزيان اللي يشجعني ويخليني نهبط لكم ديما فيديوهات. الله غالب والله مش بيدي، ظروف الحياة هي معناها هي اللي تلز الإنسان باش يبعد هكا شوية فترة من الوقت هكا على القناة. إن شاء الله نكمل القراية ونتلهي بالقناة، هو عام ويتعدى ونتلهي بقناتي وإن شاء الله تكبر بيكم. ومرحبا بالمشتركين جدد اللي نزادوا لي للقناة، برشا عجبهم المحتوى. ومرحبا زيدا بالمشتركين القدم هذوكم الرسمي على راسي، هم زيدا المشتركين الجدد. يعطيكم الصحة الكل. برشا سألوا عليا قالوا لي شبيكي ما تهبطيش، الله غالب كيف ما قلت لكم القراية ان شاء الله كل شيء يفوت ونرجع نهبط وتكبر قناتي. ومرحبا بكم الكل. اليوم البنات حبيت نعمل بكم جولة خفيفة في عزيزة، بحكم قلت أنا ماشية هاوكا نعمل دورة في عزيزة ونشارككم مشترياتي. هم هكاكا شوية مشتريات مش برا، بالطبيعة بالنسبة لي أنا وميزانيتي صغيرة. هاوكا كل مرة بحكم مازلت بالطبيعة ما مانيش نخدم ومازلت نقرأ، هاوكا كل مرة حاجة خفيفة هكا نحيها عليا، خاصة كيف ما تشوفوا الدنيا غليت برشا. إن شاء الله ربي سهلي ونكمل هالعام على خير، وإن شاء الله ربي سهلي في خدمة ونعاون روحي شوية على الأقل. ونكمل الجهاز بالرسمي. الجهاز حاجة كبيرة 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 والله، نخمم فيها بصفة ما تتصوروهاش. هو ربي يفرجها بالطبيعة وتو يجي القسم بطبيعته. أكيد ربي مخبي لي حاجة ومخبي لأي واحد حاجة، معناها أكيد قسمها معاها. هاوكا كل مرة كيف ما قلت لكم تعجبني حاجة هكا نشريها نخبيها. المعون معناها حاجات هاوكا ما تتبدل شكل الموضة متاعهم، حاجات هكا معناها على المدى الطويل كيف ما يقول. المهم كيف ما تشوفوا عجبوني الحق برشا حاجات، أما الله غالب معناها الميزانية متاعي متاع حاجات خفيفة هاوكا كيف ما قلت لكم. كل مرة إن شاء الله نشري حاجة. عجبوني البنات زادة فما حكوك كيف هكا برلار محلاهم بالرسمي، محلاهم ثم بعد نوريهم لكم في الفيديو. الحق عجبوني برشا أما إن شاء الله في البرنامج هاوكا تو نشري منهم. هاوكا مازالت الأيامات ديما نصبر روحي نقول تو يجيبوا ما خير هكا. المهم هذيك شريت منها متاع الرغوة متاع القهوة، شريت منها من هنا معناها من جارتنا جابتهم من الخارج. شريت واحدة شريتها ب12 دينار ظهر لي حاجة كيف هك، أما كبيرة والحق الكاليتي خير من تاع عزيزة ب1000 مرة وجديدة أصلا ظاهرة جديدة. ولهنا هوكا حبيت نشوف هذوما قدم راهم جابتهم عزيزة قدم وعاملة فيهم صورة، قلت خليني نشوف بالك نلقى حاجة هكا معناها حاجة هكا في المتناول. لكن مالوريزمون ما لقيتش حتى حاجة عجبتني. لهنا البنات جيت نشوف زادة في الروز ويا خيبة المسعى ما لقيتش الروز لهنا. هاوكا قلت نشوف العطار اللي بحذانا، والحق ما عادش بكري باش نمشي للعزيزة الأخرى، ما عادش عليا بكري، مشيت نجري للكار. جولة خفيفة. هذوما زاد نتاع الصغار عجبوني برشا. البنات جابوا سنيد كبار متاع جو تحط فيها معناها اللي جو متاع الصغار بالرسمي اللي عندهم صغار ننصحهم بيهم. مزيانين كبار زاده ماهوش صغار ويستحقوا الحق المونطون نتاعهم. والله نسيت قداه ما نعرفش 10 دينارات حاجة كيف هكا. وهذه زاده طاولة متاع صغار 8000 وحاجة هكا. فما حاجات كيف ما قلت لكم يستحقوا الحق في عزيزة، وفما حاجات ما يستحقوش جملة. هذو ما هكا الطاولة ب9000 ويش مش ب8000. عاملين زيادة فما
برشا بروموات في سائل الغسيل. لهنا جيت باش نشري باكو أمو جولة خفيفة هكا. مشيت مأخر الحق، مشيت العشية بحكم الصباح عندي ما نعمل، وليت مشيت العشية. بالنسبة لي نشري فيه نظيف الصغير هذاك. شرينا باكو كبير ما يعني وفاه وهاكا. قالت لي ماما كملي يشري باكو صغير. لهنا كيف ما تشوفوا عجبوني هذوما الغرابل متاع الفارينة بالرسمي، عجبوني برشا من اللي شفتهم طول هزيت واحدة ب4700 ولا 500 حاجة كيف هكا. عجبوني الحق. بحكم حتى ماما ما عندهاش معناها غربال هكا تكسر لها، قلت خليني نشري واحد ليا واحد ليها. والماركة متاعها تركية، معناها ديما حاجة تركية تعجبني الحق. برشا حاجات شريتهم من عزيزة والماركة تركية عجبتني برشا ونستعمل فيهم التو. خاصة هاك الكيسين هذوكم متاع اللي تكيل بيهم الزيت والسكر، شريتهم ظهر لي من عرش 6 مع بعضهم من عزيزة في الصورد لهنا ب4000 وحاجة. هنا شريت الدنتفريز. لقيت زاد برشا حاجات مزيانين الحق في عزيزة المرة هذه. هذوما زاد متاع غلة الأكثرية، تحط فيهم الغلة مزيان. دينار ظهر الكعب حاجة كيف هكا، معناها باهين في المتناول. والبنات تقولش عليهم معمولين بالكروشيه بالرسمي، خدمة متقونة. تعجبني هكا الجزئيات هذه الصغيرة، تعجبني برشا. شريت زوز لي في البلانسال وفي القري شريتهم للدار كهو. وشريت الغرابل هذوكم الزوز. وتنوريكم زادة شريت حاجتين اخرين مزيانين برشا. كيف ما قلت لكم انا والميزانية برشا حاجات مزيانة الحق، وبرشا حاجات في المتناول، معناها اللي توا ميزانيته تسمح. بالنسبة للي جاهزوا يتوكل على ربي، وكل مرة هاوك يشري حاجة لين يكمل المعون الكل. الحق مانيش باش نكثر على روحي برشا حاجات، معناها اللي نستحقهم وطبيعتي بعد العرس بقدرة ربي تو نشري، معناها خاصة كل كيسين ولصحنا، معناها مانيش باش نكثر برشا. بالطبيعة أول عرس مش باش نستحق الكل شيء. من بعد العرس هاوكا كل مرة نشري حاجة، وإن شاء الله بشوية معناها للي تكبر العيلة وواحد يخمم معناها في حاجات معناها أكبر وخير. لهنا ثم وحدات لبناتك الدبابز الصغار هذوك من اللي يحطوا فيهم الزيت، معرفش ب6000 وحاجة هكا بالرسمي، ماهيش متاع 6000 راهي صغيرة على الآخر. فما زاد لي بوتي هذوما ب16 دينار متاع زهر وعطر شيء ما ورد، عجبوني الحق برشا هذوما. وهكا تحسهم معناها يعطوا حتى منظر في الكوجينة مزيانين برشا، وواحد يستحقهم كيف ما قلت لكم للعطر شيء، للزيت، الماء ورد، الزهر، معناها كل واحد فيش يحب يستعملهم. فما الكيسين هذوما زاد عجبوني برشا ب5900 زوزهم مزيانين الحق، اما خفيف كيف حليتهم حسيتهم خفيف هكا شوي. عجبوني زاد برشا الصحن هذوكم في شكل قلب وفمك الصحن الروج هذاك يهبل مكتوب فيه لوف. اما الحق غالي الصحن هذاك ب9000 الحق غاليين ياسر. هذوما البنات اللي قلت لكم عليهم، تو نرجع نوريهم لكم. هذيا كل طبق متاع فور ب13 دينار و700
بهذا الحق زعما باش نشريه. حطيت وراه كل شيء، من بعد جيت نشوف قلت كبير برشا. هو بالرسمي كبير ما شاء الله، متاع عيلة كبيرة معناه، وحدي معناه متاع حوت متاع طاجين. قلت نشري معناه حاجة على قدي، خاطر معناها في البريود الأولى بالطبيعة راس ورويز كيف ما يقول، معناها بشوية بشوية، وتو نشري بقدرة ربي. فما حاجات ما أهم معناها. هوكا حطيت والله، من بعد ندمت الحق، ندمت اللي أنا مشريتوش. هذا البنات محلاه صحن هكا يهبل ب2500. معناه تحط فيه، تنجم تحط فيه حلو متاع حلو العيد مقسم هكا، تنجم تحط كعك ورقة مقروض بقلاوة غريبة، معناها كل معناها ما تحط حلو مقسم معناها ما بيناتهم هكا حاجة، ولا فواكه جافة. معناها عجبني برشا. شوفوا البنات، شريت زوز من هذوما، وشريت كيف ما قلت لكم الغربال هذاك. فرحت به برشا الغربال، خاطر يستاهل الحق، الكاليتي متاعو بيان، عجبتني برشا. والبنات لصحنا هذوما شوفوا زاده مزيانهم. المهم طلعوا لي المشتريات الكل، مش معناها هذوما كهو، فما حاجات شريتهم معناها للدار وحاجات ليا، طلعوا لي ب25. المهم خربشت كيما العباد الكل خربشت وربحت الكيكة هذيك. يا ليتني ما خربشت، بالرسمي خيبة المسعى، معناها 25 دينار على كعبة كيك. ملا عزيزة والله. شوفوا البنات الزينة اللي فيهم، تقولش عليه معمول بالكروشيه. هذوما هما مشترياتي، ان شاء الله يعجبوكم، ان شاء الله نكون معدينا مع بعضنا معناها اوقات مزيانه. توا نكون وصلنا لاخر الفيديو، نخليكم في وديعة ربي وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وان شاء الله نتلقاو في فيديو جديد، وفي امان الله.